وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي، صحيح الانتظارات كانت كبيرة، كنتم ترغبون في تحقيق مركز ثالث، لكن إذا قلنا أنه المنتخب المغربي قبل بداية البطولة سيكون في المركز الرابع لن يصدقنا أحد. دابا ملي سالت علينا الكاس العالم صراحه، ولا كنتي قلتي لنا غنلعبوا 7 ماتشات في قطر كنا غنفرحوا بالحق. في الاخر ديما ملي كتكون مدرب ولا لاعب كتبغي تربح. اليوم درنا الماكسيموم اللي كنا نقدروا نديروا، الدراري تقاتلوا بالحق. واحد فرقه بحال ديالنا ملي ما عندكش لي كادر بحال اللي عندنا في الدفاع صعيب باش تدابز مع ضد فرنسا ولا ضد كرواتيا. بالحق الحمد لله غنتعلموا بهذا الشيء باش نرجعوا ان شاء الله مره اخرى ونكونوا كويس على دابا. شنو المستقبل ديال هذا المنتخب، ديال هذا الجيل الرائع اللي قدم كرة قدم جميلة، منضبط، تركيز، ما شفناش مشاكل في هذا المعسكر؟ لا الحمد لله، جمع الشعب المغربي، جمعنا الشعب افريقي وعرب كاملين شافوا واحد المنتخب اللي كتقاتل، اللي باغي تفرح البلاد، وهذه اللي مهمه. ملي كتسالي كاس العالم باغي تخرج شي حاجه من الرايه ديالك، وهذا الشيء اللي داروا الدراري، تقاتلوا وراو الوجه ديال المغرب وراو المغرب كي داير واللاعبه ديالهم. الحمد لله دابا غنخدموا، عندنا 4 سنين باش نرجعوا صحيح مع هذا الشيء، وان شاء الله علاش لا نديو شي كوب دافريك ان شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا. عودة اليكم من جديد في الاستوديو. شكرا. ميرسي بوكو خويا. أعود إليك عادل من هنا من استاد خليفة، معنا ياسين بونو. ياسين، هنيئا لكم، مسار بطولي، مسار استثنائي، دخلتم التاريخ من أوسع أبوابه. اليوم شفنا العياء كان واضح، العياء مرتبط أنه من الناحية الذهنية كيقل التركيز، لكن ما يمكننا في النهاية نقول لكم إلا هنيئا، رفعتوا رؤوسنا قدام العالم كامل. كما الشيء بحال اللي قلتي كيكون واحد العياء سورتو نيفو ايموسيونيل ونيفو هذه، بالاخص المقابله اللي فاتت ضد فرنسا فخرجنا يعني كانت واحد لا ديسيبسيون اللي هي كبيره. فهاد اليومين ماشي ساهل يعني يعني تعاود تفورماطي دماغك ولكن الحمد لله الدراري فدخلوا وداروا المجهود ديالهم. كنبغي نهنيهم يعني على كاع هادشي اللي عطاو. نهني المنتخب الكرواسي حتى هو اللي فاز، هادشي اللي كاين. هذا ميلاد منتخب وطني على اعلى مستوى، المشاريع المستقبليه كاس افريقيا ان شاء الله كنتسناوكم في كاس العالم 2026، وقبل منا الجمهور كيتسناكم في المغرب على احر من الجمر. احنا صراحه كنا بغينا نفوزوا بهذه المقابله صراحه، يعني باش المغرب، باش يعني الجمهور تكمل عنده واحد الفرحه. ما كتابش. كنبغي نشكر يعني كاع الجماهير اللي ساندونا، اللي جاو هنايا واللي في المغرب واللي في اي بلد اجنبي. كنبغي نشكرهم وهادشي اللي كاين. غنحاولوا نديروا اكثر من هادشي ان شاء الله. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. كان معنا ياسين بونو. المركز الرابع ام كنتم تتمنون اكثر واحسن؟ لا، حنا كنا كنتمناو اولا اننا نلعبوا النهائي والفوز باللقب، لما لا، نظرا للمستوى الكبير اللي ظهر به المنتخب المغربي. اليوم
دخلنا المقابله على هدف واحد، هو احراز ميداليه اللي نقدروا نفتخروا بها السنوات الجايه مع وليداتنا، مع الشعب ديالنا، مع سيدنا الله ينصرو. كنا بغينا نهديو هذه الجائزه، ولكن كنظن بان البدايه ديال المقابله اليوم ما بديناش مزيان على غير العاده، ولكن الحمد لله حتى واحد ما كان كيتوقع ان المنتخب المغربي غادي يبدا البطوله من الاول ديالها وغادي يمشي حتى لاخر يوم ديال البطوله. كنظن هادشي اللي درنا انجاز اللي هو كبير. الان ما باقي ما حسيتش بهذا الشيء اللي درنا، ولكن من بعد اسبوع ولا شهر ولا سنه كنظن بان الكل غادي يتذكر، ولا بعد سنوات طويله الكل غادي يتذكر هذا الانجاز الكبير اللي داروا المنتخب المغربي. كنظن بان ماشي سهل على اي منتخب عربي في كؤوس العالم الجايه على انه يكون في مقابله ديال الترتيب ولا النهائي. حنا كنا قاب قوسين اننا نمثلوا العرب والافارقه. ما بغيش ننسى على انني نشكر جميع الشعب العربي اللي كان دائما في ظهرنا، الجمهور الافريقي، ولكن الشكر الكبير للجماعه المغربيه اللي كانت متواجده هنا في قطر ولا في جميع انحاء العالم. كنا كنشوفوا لي فيديو، صراحه الفرحه الكبيره ديالنا هو اننا ملي كنشوفوا ناس كبار، ناس مراد، ناس دراري صغار كيبكيو. هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله. بالنسبه لي انا غادي نهضر لك على واحد الحاجه اللي شخصيه. كنظن من هنا ل 4 شهور هذا كنت كنفكر انني نحبس الكره. الشكر الكبير كيرجع لهذا السيد اللي كان اللي خلاني واحد من بين الابطال اليوم اللي اليوم كيشرفوا الرايه ديال المنتخب الوطني. دزت من فتره صعيبه، ولكن ربي دائما كيعاودك بشي حاجه اللي مزيانه. الايمان ديال ربي كان كبير، والدور ديال العائله ديالي الكبيره ولا الزوجه ديالي كان مهم في واحد المسار ديال الحياه ديالي. انا اليوم اكثر انسان سعيد لانني دخلت التاريخ ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي نشكر اي واحد وقف معايا في هذيك الفتره، لانني كنت محتاج سافري، لانك ماشي سهل كتنعس بالليل وكتفكر واش غدا غادي تصبح تشوف وليك ولا لا. هادشي كنت كنعيش، ولكن حتى واحد ما قدرت نقوله ليه، حتى الناس اللي قراب ليا، مراتي ولادي، ولكن ربي كبير الحمد لله. انا اليوم كنتزوج مع بلادي، صرف لي انني اليوم من بين هذا الجيل الرائع. كنبغي نشكر كل واحد ساهم في هذا الانجاز الكبير، لاعبين، ستاف، جامعه، سيدنا الله ينصرو اللي كان دائما على اتصال بالمنتخب الوطني، والحمد لله. فخورين بكم، فخورين. الله يخليك خويا عمي. شكرا ما نساوش شكرا لدولة قطر على هذا التنظيم الكبير صراحة اللي شرف كل العرب. ملاعب في المستوى، اماكن اللي ممكن يروح لها الناس اللي استمتعوا، اللي كانوا واخدين واحد النظرة خايبة على قطر. اليوم كنظن بان الكل غير رأيه. احنا كنفتخروا بان احسن كاس العالم داز. شكرا جزيلا. عودة اليكم من جديد بعد التصريح المؤثر لبدر بانو. هذه دموع غالية علينا جميعا. بدر وكل اللاعبين يجب أن يرفعوا رؤوسهم عاليا وعاليا جدا. يا سلام يا سلام على الاحتفال رائع جدا. رسميا المنتخب المغربي إلى مونديال